السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. شايفين الجمال ده بقى؟ شايفين الروقان ده بقى؟ سطلانة سطلانة يعني. احنا محتاجين بقى ناخده كده البيتزا اللي هنعملوها النهارده مع بعض كده دي، ونحلف بيها ونعزم عليها الحبايب بقى كله. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير وطريقة التحضير. وقبل ما نبدأ نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكرا جدا لللايكات الحلوة والكومنتات الحلوة بتاعتكم، ربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم أبدا أبدا. وإن شاء الله يا رب أكون عند حسن ظنكم وبسط لكم كل حاجة انتوا عايزينها. هنبدأ على طول كده حبايب قلبي بالعجينة. أنا عندي 5 كوبايات من الدقيق بتوع الشاي، دول هيعملوا بالظبط 3 بيتزات. لو عايزة أقل من كده قليلي. خدت كيس إلا ربع من، يعني معلقة مليانة من الخميرة الفورية، وحطيت عليها معلقتين كبار من السكر، ودوبتها كويس قوي في مية دافية، وغطيتها وسبتها عشان اختمرها. اهم حاجة لازم اختمر العجينة بتاعتي، الخميرة بتاعتي، عشان اعرف ان العجينة بتاعتي ان شاء الله تبقى زي الفل. دلوقتي بقى المكونات بقى الجافة بتاعتنا. زي ما انا قلت لكم 5 كوبايات من الدقيق، وعليهم رشه من الملح، وعليهم انا كنت كده محمصه زعتر بسمسم. حطيت كده اهوت معلقه صغيره، ما تكترش عشان الزعتر بيمرر. وزي ما انتم شايفين كده حطيت معلقه من البيكنج باودر، برضك بتديها هشاشه فظيعه، بتبقى خفيفه جدا جدا جدا. قلبت المكونات الجافه دي كلها مع بعض، وبعد كده رحت نازله بالخميره لما فارت زي ما انا وريتكم كده، نزلت بيها واحده واحده، وبعد كده مليت مكان الكوبايه تاني ميه دافيه. لازم نعجن بميه دافيه، ولازم المكونات اللي تكون قدام مننا كلها دافيه. يعني الزبادي تكون طالعه من بدري من التلاجة، كل حاجة عشان خاطر العجينة ما تتصدمش. يبقى انت كده مخمرة الخميرة بتاعتك وحطيتيها، وبعد كده تروحي حاطة لها حاجة ساقعة تبوظ لك العجينة. لا، خلي مكوناتك كلها بدرجة حرارة الغرفة. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ زي ما انا قلت لكم، حطينا المكونات الجافه بتاعتي اللي هو رشه ملح على ال5 كوبايات من الدقيق، وعلى معلقه كبيره من البيكنج باودر ما تكونش مليانه قوي، وزي ما انتم شايفين شويه الزعتر بالسمسم. بعد كده في الاخر خالص لما بتعجني كويس قوي، بتحطي طبعا الخميره بتاعتك، بعد كده تنزلي واحده واحده بالميه. انا بالظبط اخدت معايا كوبايه غير كوبايه الخميره، كوبايه ميه غير كوبايه الخميره على ال5 كوبايات دقيق. بدأت أعجن كويس أوي 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 أوي، بعد ما عجنت كويس أوي بتحطي الزيت في الآخر، بتحطي بالظبط ربع كوباية صغيرة من الزيت، ربع كوباية صغيرة من الزيت. قعدت أعجن كويس أوي، مش أقل من 10 دقايق. تعجني العجينة تفضلي تلتيها كويس أوي، مش أقل من 10 دقايق. الحمد لله كده تمام. رحت أخداها ولميها وحطيتها كده في الحاجة اللي هتتخمر فيها، ورحت قافلة عليها على طول. دلوقتي الصلصة بتاعتي عملت ايه؟ خدت فص توم، معلش عشان خاطر النور رايح زي ما انتم شايفين. خدت فص توم بالظبط، فص توم قطعته، وشوية زيت، وبعد كده رحت حطيت طماطميتين كويسين، يعني ايه ضربتهم في الخلاط، وحطيت معلقتين كبار من الصلصة، ونص معلقة صغيرة مليانة من السكر، وحطيت شوية صويا صوص، وكمان الكاتشب بتاعي خدت باكو من الصغير دوت وحطيته. دي الصلصه بتاعتي، احلى صلصه وريحتها بصي كانت قلب البيت. وكمان بق من الخل كده صغير، يعني معلقه. وكانت صلصتي زي الفل، ما خدتش وقت على النار وسبتها على جنب. دلوقتي العجينه بسم الله ما شاء الله خمرت، قطعناها حطيناها على جنب وفردناها في الصواني. ولازم تخلي سور العجينه، يعني الجوانب الحروف الاخرانيه تكون سميكة عن النص، يعني ما تخنيش من النص وتخلي الحروف رفيعة. لا، أهم حاجة اهتمي بالحروف. حاولي تفردي في الصينية كده واحدة واحدة بإيدك، بصي توأمي كده وتلفي الصينية وانتي بتفردي، عشان خاطر يبقاش جنب عالي وجنب واطي وكده. نفردوها عادي خالص، بندهن الصينية بزيت ذرة وبنفردها عادي خالص خالص خالص. ومش قادرة اقول لكم شوية الزعتر موجودين في العجينة دول، كانوا مخليين العجينة في طعم تاني خالص. بعد ما فردنا كده حبايبي زي ما انتم شايفين، بدأنا بقى نخرم العجينة، بس ما خرمناش الجوانب، يعني الجوانب سيبناها عشان خاطر لازم الجوانب تكون عالية شوية. وهوريكم برضك بعد ما تخلص ان شاء الله تشوفوا الجوانب عالية ازاي. ودلوقتي حبايبي زي ما انتم شايفين كده، اخدت بقى الصلصة الجميلة بتاعتنا، ريحتها كانت خطيرة. حطينا كده الصلصة بتاعتنا اهو، بفردهم كده في الصواني، وبعد كده بحط شويه جبنه موتزاريلا. والجبنه اللي انا وريتها لكم دي جبنه الاطباء، كانت حلوه جدا بسم الله ما شاء الله. انا دخت عليها لغايه ما لقيتها
جبنة فيها مطة غير طبيعية، هتشوفيها في الفيديو عاملة ازاي، خطيرة بجد. اهو زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، جبت منها تركي وجبت منها الموتزاريلا العادي. بصوا، بيتزا يعني جبنة، ما تستخسروش في الجبنة. حطينا كده شوية عشان خاطر يلزق الحشو فيها، حطينا شوية من تحت كده على الناحيتين. وبعد كده هبدأ ارص كده الصدوق بتاعي واحدة واحدة كده وبهداوة. اهم حاجة قبل ما افرد اي حاجة او اعمل اي حاجة في الصواني، لازم اكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 10 دقايق قبل ما احطها في الفرن. ده اهم حاجة، لازم البيتزا تدخل على حرارة عالية في الرف الوسطاني يا حبايبي. شغاله من فوق ومن تحت، عندك مروحه تمام، ما كانش شغلي من تحت الاول، وبعد كده يا دوبك بتاخد 10 دقايق بالظبط في الفرن. بعد كده بتحطيها في الشوايه. حطيت بعد كده رصيت الصدوق، وبعد كده رحت حاطه، انا برص الصدوق ني عادي مش بحمره. وحطيت بعد كده الخضار بتاعي، الطماطم والفلفل، عايزاه سبايسي شويه قطعي شويه فلفل كده حامي. وحطيت كمان زيتون، زيتون اخضر، عندك بقى زيتون اسود عادي مفيش مشكله. بعد كده بقى بدأت ان انا اغرقها بقى كده بالموتزاريلا. غرقيها موتزاريلا، عايزه النتيجه حلوه يبقى غرقيها موتزاريلا، كتري وما تستخسريش. اهو زي ما انتم شايفين كده، وشها كله اتملى بسم الله ما شاء الله. زي ما قلت لكم لازم درجه الحراره تكون عاليه، يعني مش اقل من 200. تحطيها في رف اوسط، متحطهاش تحت عشان خاطر متبقاش معجنه معاكي، تاخد لون من تحت وتبقى لسه معجنه. اهم حاجه تخرمي العجينه. التكات دي بقول لكم عليها حبيبه عشان خاطر شايفين بقى، دي كانت اول ما طلعت وكانت لسه. عملت ايه بقى عشان خاطر تحسي ان هي بتمط جامد؟ غطيتها دقيقتين بالظبط، وشوفوا بقى المنظر الاخير. متنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب، ما تستخسروش في مني حبيبتكم. اي حاجه عايزينها اكتبوا لي في الكومنتات وعينيا ليكم. وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم، واحبكم جدا جدا جدا. واستنوني في كل جديد، ويلا بينا مع بعض. اهو زي ما انتم شايفين اللون والجمال بقى، بتتكلم عن نفسها، والمطه مبينه نفسها. يلا هنطلعها بقى من الصينيه دلوقتي، ونشوفوا شكلها هيبقى عامل ازاي. زي ما انا قلت لكم، عايزين تحسي ان الموتزاريلا تمام قوي قوي، اول ما تطلعيها سخنه نار كده، وتروحي مغطيه وشها بقى بفوطه، بورق فويل، اي حاجه. متنسوش تصلوا على الحبيب وتحطوا لي اللايك الحلو منكم، بتفرحوني قوي قوي قوي. ولو في اي حاجه انتوا عايزين طريقتها، ان شاء الله اكتبوا لي بس في الكومنتات وهعملها لكم على طول. يلا بينا بقى نشوف البيتزا كده وهي طالعه، يا جمال ويا جمال. ودلوقتي خدت منها حته كده برضو جنب السيفن بقى، حطيت لهم بقى، مش قادره اقول لكم عملت ايه. بصوا بقى الجمال، بصوا الجمال. شوف واستطعم كده وانت قاعده مكانك، وان شاء الله يا رب تعجبك. قومي بقى، يلا قومي بسرعه اعملي البيتزا، اسهل حاجه في الدنيا هتعمليها واجمل طريقه. متنسونيش في اللايك، بحبكم جدا جدا.